من مطعم سي فود الزيني اللي موجود ورا محطة قطر سيدي جابر في كورد كارفور سموحة، وراح صاحبنا حب يجرب تاني المكرونة السي فود اللي كانت متمزج منها آخر مرة، ولقينا عندهم حاجات جديدة وطلبنا مكرونة سي فود بالموزاريلا والاختراع الجديد قارب السي فود، ويبقى بالجبنة وصوصات خاصة بيهم. وطلبنا طبق جندوفلي ازازه وقارب جمبري مقلي غرقان في الجبنه والوايت صوص، وسندوتشين، واحد ميكس سي فود واحد جمبري. ومنظر الاكل كان حلو، والجبنه على الوش مستويه وحلوه مش محروقه، والجمبري حجمه حلو، والاكل سخن وحاجه اخر اغراء. ودخل رحمه على اكلته المفضله عند الزيني، وهي صدفه المكرونه السي فود. واضرب يا معلم، والطعم زي ما هو 10/10، الطعم مظبوط والحشو حلو جدا. ودخلت بقى على قارب الجمبري المقلي، ونشوف بقى الصوص بتاعهم مع الجمبري المقلي، وجامد قوي الاختراع ده بجد. كميه الصوصات دي مع الجبنه الموزاريلا جامد قوي مع العيش، بقى طعمه حلو. ونيجي بقى لقارب السي فود اللي جواه جمبري، والكابوريا المشويه كان طعمه حلو ولذيذ جدا. والسندوتشات كان طعمها كويس، والحجم كبير، والعيش طازه، والتتبيله كويسه. في المجمل الاكل كان كويس جدا. والزيني لسه محافظين على نفس الجوده، وكمان بيطوروا من نفسهم وبيعملوا اختراعات جديده، ودي حاجه احنا بنحبها وبنحب نشجعها. وكمان لما سألناهم عن عروض رمضان، عندهم الوجبات بتبدأ من 65 جنيه. وكمان عاملينه حاجة اسمها وجبات الخير للي عايز يقدم وجبات الخير في شهر رمضان. زي ما انتوا عارفين ان ده شهر الخير والبركة. وكمان احنا بنشجع المطاعم اللي هتعمل وجبات الخير، ان شاء الله هنروح ونصور عندها. كانت تجربة مميزة جدا وتستحق انكم تجربوها. لايك وفولو، ونشوفكم في تجربة جديدة مع المطعم جية.